بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هونداي توسان ان اكس 4، بس دي خليج الفتيس العادي مش الزراير. فورناها كلها عشان بفضل الله نغير معلمها، هنعمل كل حاجه ما عدا الارضيه. صاحبها شراها يزد وكان فيها دواسه جلد، واللي عملها ما شاء الله عليه صنايعي تسلم ايده. هنغسل وهنظبط وهننضف الكلام ده كله، هنشقلب كيانها. خلينا اقفل وارجع لك تاني. السلام عليكم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. قفلنا التوسان بسم الله ما شاء الله، كل حاجه رجعت على وضعها. خلينا قبل ما ندخل في التفاصيل، كراسي ارباج، العربيه كانت مفكوكه شفتها. العربيه دي هي قدام حضرتك، ولا لمبه ارباج ولا لمبه اعطال، والاهم من اللمبه سواء من ورا لا، ان كل فيشه مكانها، كل حاجه رجعت على وضعها. الارباج معمول حسابه في الكراسي، كل حاجه قدامك، مفيش ايرور مفيش اي حاجه. ندخل في التفاصيل. زي ما قلنا ما عملناش ارضيه. ادي الباب عملنا فيه الجلد هنا والقطعه دي. كنا عملنا احنا التوسان قبل كده القطعه الكبيره مع القطعه دي، بس دي القطعه الصغيره اللي فوق البصمه مع دي ماشيه مع الباب اهي. وكمان عملنا جراب للطاره هاند ميد ما شاء الله. بص الغرزه قدام حضرتك، جراب اسود مع خياطه هاند ميد ذهبي. بالنسبه للفرش جملي فاتح واسود مع خيط ذهبي مع تصميم البيجو جي تي لاين بالمكنه الكمبيوتر. ليك حريه الاختيار سواء الفرش لون واحد او لونين، نفس الكلام لون الخيط، تصميم او ديزاين سواء مكنه كمبيوتر مكنه عاديه. احنا عندنا الغرزه، شده الكرسي، هتقعد مهما تقعد على الكرسي ولا يهرهر ولا يكشكش ولا يحتاج شد بفضل الله. ببيع لك شغل مش كلام. مخدع الكونسول مع الفرش ما شاء الله. بص الغرزه في الدوران، بص الغرزه في الدوران، مفيش اي تخريم او تقطيع في الفرش الاصلي. التجسيم ده كله مفيش اي اثر، وبفضل الله عندنا استعداد نفك الفرش ده واوريك الاصل سليم ولا لا. خلينا نلف لك واوضح لك كل الابواب. بص الدوران، الغرزه مسطره ازاي، مفيش عندنا خيط بيتعوج، مفيش جلد بيعمل كشكشه. عجباني ما شاء الله الطاره قوي. ربنا يبارك لصاحبها يا رب، مفيش شرها اللهم امين. بسم الله. ادي الباب التاني، بص فواصلك، بص كل حاجه. ظهر الكرسي بتفصيلته بجيوبه على وضعها. خلاص انت حفظت التفاصيل دي. بص الغرزه هنا افتح لك الفلاش. بص مسطره ازاي في الدوران ما شاء الله. المخدع بيقفل براحته بيفتح براحته. فتحات الحزمه بتفصيلتها بكل حاجه نفس الكلام. بص شايف، اللهم بارك. التجسيم برضو زي ما بنعمل في الكرسيين القدامين بنعمل في اللي ورا بالظبط. كل حاجه اهو، بس نركز على كل حاجه. بالمناسبه العربيه دي جت لنا من طنطا، فيا رب دايما عند حسن ظن الناس كلها، سواء اللي بيجي من المنصوره او من اي محافظه ثانيه، اللهم امين. ادي الباب الثالث نفس الكلام، كل ده كان مفكوك. بص مفيش فواصل مفيش اي فروقات، كل حاجه على وضعها اللهم بارك. ودي المخدع من الناحيه دي كمان اهو، مع التجسيم اللي قلت لك عليه هنا برضه. وباكد عشان لو انت اول مره تشوفنا ان احنا ما بنخرمش في الاصلي ولا بدي غرز ولا بقطع فيه. قبل ما اديك فرش مشدود شكله كويس لازم احافظ لك على الاصل، لان مهما كان مش هتعرف تعوضه. بص المنظر ما شاء الله. ادي الباب الرابع والاخير فواصلك، مفيش فروقات مفيش اي حاجه خالص. نفس الكلام. ادي الطابلون من هنا، الطاره مع الغرزه الهاند ميد من الجنب التاني. فيديو كان طويل معلش، بس حبيت اجيبها لك خطوه خطوه عشان اوريك احنا بنشتغل ازاي. اسف لو طولت عليكم، اتمنى تتابعونا على طول، ما تزهقوش مننا. اشكركم شكرا جزيلا. سلام عليكم.